وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ، انا بنتي جايه غضبانه عندي. جايه غضبانه. تطلق. جايه غضبانه ايه؟ جايه غضبانه وعايزاني اطلقها. وانت اللي هتطلقي؟ لا يعني عايزاني ان احنا نطلب الطلاق من جوزها، بس ممكن اقول الاسباب ايه؟ طبعا. طيب اول حاجه، هي كانت اول ما اتجوزت وسافرت معاه كانوا عايشين كويس جدا. نزلت ولدت ورجعت له تاني، فوجئت بيه ان هو بيكلم واحده على الكمبيوتر. ما هو السبب للطلاق تبقى أيوة. عيله هبله بعديها وما هو نزل بتسمعش. من لحظه بس، قولي لي حاجه وانا اقول لك السبب ده. ما ينفعش للطلاق ويكلم 100,000 واحده ويبقى فسدان وابن 66 وجوازتها صحيحه، وليس سببا للطلاق بحال من الاحوال الا الشعننه وثقافه المسلسلات. ما ينفعش. يلا السبب الثاني كده، يا رب بحق النبي ما يطلع ولا واحد. ان هو بعد كده ما بقتش تحترمه خالص. ما خلاص ترتب على هذا هبل بنتك بقى. ترتب على هذا هبل بنتك. ده راجل بيعصي ربنا. هي مالها وماله يا اختي؟ هي مالها وماله؟ بيجيب لها الكوكو والسمك وفاتح بيتها، وهي تهتم بنظافتها وببيتها وتقول يا رب توب على البني ادم ده. لكن جوزها يا اختي تاني سبب ايه؟ لا انا عايز اعرف سبب. سيبك بقى، ما بقتش تحترمه وما بقتش تشكره. قولي لي تاني سبب ايه؟ بيضربها؟ بيضربها يا ام عيسى ساعات، وانا اتدخلت قبل كده. لا ساعات دي ما تكفيش سبب للطلاق. امال بيفضحها عند الجيران؟ لا يبقى راجل محترم. ايه تاني سبب يا ام عيسى؟ وبعدين هو ما فيش لغه حوار ما بينهم. ما فيش لغه حوار. اصل هم قاعدين على توك شو يا اختي،